الرحمن الرحيم. الموقف طبعا النادي المصري كمجلس اداره حاسين بالكلام ده كله، مش احنا بس اللي حاسين، الجماهير كلها، اللعيبه كلها، المجلس الاداره، الجهاز الفني. بس في ثقه عاليه جدا وثقه عاليه جدا في اللعيبه، في مقدره اللعيبه ان بيبانوا عند وقت اللزوم. وبعتقد ان المجلس الاداره كل اللي بيقدر يؤديه انه بيحاول يوفر الراحه، يعني سبل الراحه للفريق. اعتقد فكره الطياره كانت احد اسبابها ان نوفر الاستقرار النفسي والمعنوي للعيبه، صرف المكافاه قبل المباراه. يعني اعتقد ان مجلس الاداره من قدر يوفر جميع سبل الراحه والاستقرار للجهاز الفني للعيبه، والمرحله الجايه الدور على اللعيبه ان شاء الله. واعتقد ان اللعيبه عند حسن ظننا بيهم ان شاء الله كمجلس الاداره باذن الله. احنا طبعا ورا النادي المصري والله لو راح فين، احنا بنحب النادي. طموحنا ان النادي نشوفه في مركز متقدم. طموحنا ان احنا بنقول للعيبه احنا معاكم، سواء في البر، سواء في البحر، سواء في كل مكان، عشان نساندكم. وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا ان شاء الله ينصرنا باذن الله، ونرجع ان شاء الله كسبان 3 بونت، لان دول مهمين جدا ان شاء الله. احنا عندنا اصابتين ما لعبوش النهارده، محمد حافظ والحديدي عندهم تمزق في رباط الكاحل، هم دول اللي غايبين بسبب الاصابه. في ناس هنا في الفرقه لعيبه مجتهده جدا بصراحه، وبقول لهم ان ربنا ما بيضيعش مجهود حد، واللي بيجتهد لازم ربنا هيجازيه خير ان شاء الله كده. ان شاء الله. كابتن احمد جلال، انا شايف ان النادي المصري يعني فيه افراد كويسين وفيه لعيبه كويسه، وفي يعني الجيل ده يعني اعتقد ان هو اجمل جيل النادي المصري، بس وصل لغايه 29 بونت ووقف. فيبقى ليه كده كده؟ والله مش عارف اقول لك ايه، بس احنا لازم ننسى اللي فات طبعا ونفكر من بكره. دوري صعب، والفرقه كلها، في فرقه تلعب النهارده، ونتائج اي فرقه هتكسب هتعمل لنا احنا مشكله، فاحنا لازم نكسب ان شاء الله. اهم حاجه بكره او نرجع بالنتيجه ايجابيه عشان نكمل مسيره باذن الله.